فترة من الفترات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بحالة ضيق شديد وحزن، فنزلت عليه سورة الشعراء، كانت فيها هيك تسلية لقلبه من رب العالمين. ففتحت القرآن بدي أقرأ عن سورة الشعراء، فعم بقرأ بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم، بداية السورة طاسين ميم. فأنت لما تسمعها يعني أنا عم بتخيل المشهد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عم يقول للناس طاسين ميم. أول شيء أنت بتعرف أنه هذا شخص أمي لا يقرأ ولا يكتب. شو عرفوا بالأحرف؟ حرف الطاء والسين والميم، شو عرفوا فيهم؟ فأنت هون بتجيك حالة، يعني أنا بتخيل هيك المشهد، بتجيك حالة أنه انتباه، بدك تنتبه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمي، كيف هيك؟ شو عرفوا بهالأحرف؟ فهون بينشد انتباهك، العرب كلها انشد انتباههم، بدهم ينتبهوا شو بده يحكي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآية اللي بعدها بيقول رب العالمين تلك آيات الكتاب المبين. رب العالمين عم يقول له لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي الآيات بين إيديك، هذا القرآن كل الآيات مبينة واضحة، يعني أي واحد رب العالمين عاطيه عقل بيقدر يميز بين الحق والباطل، بين الرشاد والغي لما يفتح القرآن ويقرأه. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فأنا هون بدي أعرف شو كلمة باخع باللغة العربية الفصحى. باخع هي جمع لعدة كلمات ومعاني. شوف سبحان الله، أنه معناتها قاتل نفسك، مهلك نفسك مع الحرص الشديد والحزن. مثل بالعامية بنقول لك ليش هيك محروق كل هالقد؟ ليش كل هالقد قاتل حالك عم تسهر الليل؟ ليش يعني ليش تعب نفسك؟ فرب العالمين هيك باختصار لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عاش كان همه الوحيد نقل الرسالة، التبليغ، همه أنه الناس جميعا تصير مؤمنين. ما كان همه أنه جمع مال أو دنيا أو بناء قصور أو سلطة، ما كان همه غير بس أنه قبل ما يموت يلحق يبلغ الرسالة لجميع الناس، الناس كلها تدخل لدين الإسلام. فرب العالمين شايفه قديش عم يتعب ويهلك وحزين، أنه بده يحاول يخلي الناس تآمن، عم يقرأ لها القرآن، عم يناقشها، عم يهلك، لكن في ناس مصرين أنه ما هيك ما بده. فهون رب العالمين عم يقول له بالآية الثالثة إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. رب العالمين ليش متعب حالك كل هالقد؟ ما بدها. إذا بدنا يا رب العالمين يقول له أنه لو بدي إياهم يآمنوا كلهم بنزل آية من السماء، بنزل معجزة بيخليهم قهرا يدخلوا على الدين، بيخلي البشر كلها تأسلم وتآمن جبرا. لكن رب العالمين ما بده، مثل عم لك انه لا تهكى الهم، انا اذا بدي بعمل هيك لا تهكى الهم. فرب العالمين انه الحكمة تبعه بده ناس تدخل للدين اختياري، محبة، ايمانا، بالعقل والمنطق. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. هيك طبيعة الناس، رب العالمين عاطيهم عقل وعاطيهم شهوات، وهن لهم حرية الاختيار. إلما بعث رب العالمين نبي أو رسول ليذكرهم برب العالمين، في ناس كانوا يعرضوا، ما بيحبوا يسمعوا، بيعارضوا هذا الشيء. منشوف كتير بهذا الزمن. يعني أنت أحيانا تقعد مع أشخاص بس بتقول قال الله قال رسول الله أو حلال أو حرام بينفر وبيتضايق وبيجع راسه، ما بيطيق هذا الحديث. حاكيه بشيء فاحش، بشيء هيك له أو شيء ما له طعمه، بينجذب، بيضحك، بينبسط. بعدين رب العالمين بيقول فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يا الله شو رب العالمين رحيم ورؤوف. هلا في ناس بتنخدع، في ناس دائما لما يكون في شيء انه بتنخدع او ما بتفهم، لانه في ملكات عقليه، في ناس ما كتير بتلقطها على الطاير، ما تتاخر لتفهم، في ناس بدها وقت لتدرس. فرب العالمين
هدول اللي بيستهزئوا وبيضحكوا أو كذا، مع هيك رب العالمين بيعطيهم فرصة. يعني عم يقولوا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ناس أنا أعطيهم فرصة، بيكون هو بداية الأمر عم يستهزئ عم يضحك، بعدين فجأة بتلاقي انتبه، بتصير أحداث، رب العالمين يرتب أحداث ببين الحق والباطل، ففي ناس بتنتبه وبتكوع وخلص ترجع، وفي ناس لا بتضل طاحشة رايحة. رب العالمين بيعطي فرصة لهيك ناس. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. رب العالمين عم يعطي مثال واحد، أنه شوف الأرض، ما شافوا هذا الشيء؟ يعني ما شافوا أنه الأرض والنباتات وهالطبيعة هاي؟ يعني في كتير معجزات. إذا الواحد هيك شوي بتفكر بس بينه وبين حاله بالليل، بيوقن أنه في رب واحد أحد وبيآمن بالقرآن، وهيك شوي بس هيك بيتفكر. يعني ما في داعي للدراسات كتير والبحوثات العلمية ومدري شو، هيك شوي بس بيطلع على هالمعجزات الربانية بيعقل. أولم يروا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. هاي الشغلات معجزة، ومع هيك في ناس السموم آمنة. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سيد رب العالمين عم يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انه لعلك باخع عن نفسك، عم يقول له للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ربك لهو العزيز الرحيم. بده الناس العبيد تيجي لعند سيدها، بده ناس محبة بالاختيار، بالعشق، بالتودد، بالعقل، بالمنطق، بالإيمان الغيبي، تيجي لعنده تعبده وتوحده. رب العالمين عزيز الرحيم. رب العالمين لو بده يحاسب الناس على ردات أفعالها أو بداية هيك حياتها وأمورها، الناس كلها بنار جهنم، ما بيضل حدا يمكن على الأرض. لكن رب العالمين رحيم، بيعطي فرص. تشوفوا الحوادث، راقبوا حروب بتمد عدة أعوام، الناس بتقول لك ليش رب العالمين ما عم يفرجها علينا؟ حتى الناس كلها تعقل وتشوف، عشان رب العالمين وقت يحاسب كل إنسان فردا فردا في حجج، في براهين، كله شاف، كله تعلم، ما في لف ودوران. رب العالمين بيفرجي عن طريق الحوادث والأمور والحياة. رب العالمين كل واحد بيعطيه جوابه، بيفرجيه، يا بتآمن يا بتضل مصر ومتعنت. مصر ومتعنت، رب العالمين عزيز، مصيرك نار جهنم. آمنت بالله ورسوله، مصيرك الجنة. الجنة مستقرك بالجنة، إقامة دائمة، تتدلل، تنعز. الله على هالسورة، ما أحلاها سورة الشعراء. علينا التبليغ والدعاء، وعلى الله الهداية. طريقنا طريق الفلاح.